عسلامة يا جماعة، شنو حوالكم؟ يا ربي تكونوا كلكم بألف خير. اليوم كالعادة فيديو جديد. والحاجة الباهية الأيامات مشرقة الشمس مزيانة ميصيرش حتى كان باردة ولا في الموا حتى في المهندسات نورمال. المهم على قليلة شمس زارقة وفي العشية تولي هكا دافية شوية الدنيا. كهو حسيت وتحمست توا للتنظيف مش حتى على شهر رمضان وإن شاء الله ربي يبلغنا شهر رمضان بصحة وعافية يا ربي ونسمعوا الأخبار الباهية. مي من غير حد شي توا كي الدنيا بدات هكا الشمس بدات تشرق وإن شاء الله تبدا ندخلوا في الربيع. باش نبدا ننظف معناها كالعادة الدنيا واحد يفيق هكا شوية يحاول ينفض الغبرة على الدنيا الكل على كل شيء. كهو حاسيلو بديت بيت أسيل. عملت تنظيفة باهية للحيوط معناها تنجموا تقولوا هذا التنظيف العميق اللي نعملوه مرة في ال15 يوم ولا حتى مرة في ال3 سيمين. خذيت الماشين هذيا قلت لكم قبل وقت نحكي معاكم كي خذيت دايزون برشا قالوا لي ريم غالية شوية. قلت لهم يا وليدي راهي الحاجة اللي برسمي تعاونكم بالكدا انفستيوا عليها بصراحة اللي تربحك صحتك وتربحك الوقت زادة. ما يسالش تستاهل. توا الاسبيراتور هذيك دايزون وقتها برشا قالوا لي باهيه ولا قلت لهم ما نجمش نقول لكم من توا المحاله هي مشكوره. اما خليت عدى الوقت توا بلعبه ضحكه 3 عندي من عمر ارسلان. ما شاء الله تهبل تنظف بالكدا لازمها بالطبيعه لونطغوتيا نتاعها لازمها ديما تتنظف. اما طياره حاسيلو محلاها وحكايتك اللي ما تشدش برشا وقت انا بصراحه تشد لي الوقت حتى كي نقلت توا لدار كبيره راهي نشارجيها وشارج نتاعها يعمل لي دار كامله يعني دار 2 إيتاج تنظفها لي الكل. كي تكمل تنظف الدار كامله وقتها يتيح الشارج نتاعها يعني راهي طياره. توا ان شاء الله كي تحبوا نحط لكم اللين نتاعها في صندوق الوصف تو نحطه لكم. والمره هذيا توا عندي فتره نحب على هكا بالي فابور اللي تنظف بالسخانة معناه. كنت باش ناخذ ذيك بلاكه نذاكر خذيتها صاحبتي عمناول ولا ولت عمناول قالت لي ريم الديفو اللي فيها انها ما تدخلش تحت لي كنابي خاطر كان تتذكروها البنات اللي يعرفوها. باليد هي بكلها حاسيلو فيها الراس نتاعها ما تنجمش تدخل تحت الكنابي والكل وحاسيلو ما بالنسبه لليد نتاعها ما جاتهاش براتي مشكوره بالكدا انا قعدت جايزتي بينت ذوما زوز معناها ما بين اللي هي شريتها وما بين هذه. هذيا اقل سوم في نص السوم يظل هذيا ب99 سنتي اورو قلت سنتي. اورو معناها 100 اورو نقولوا احنا ولا اقل شويه. وقوية زيت بالكدا وتنظف بالكدا شفت معناها قداش تسخن. لي زاكسسوار اللي فيها تنجم تزيد لها من بعد لي زاكسسوار اللي انت حاجتك بهم وكا حالتها قدامكم باش نوريها لكم. بصراحة فرحت بها على الآخر نستنى فيها بدقيقة ودرج. وتوا كي رجعت من تونس قلت ما نقعدش نكسر في راسي برشا لازمني نشري هكا هوسعية كل مرة نأجل وكل مرة نمشي نشري كل مصلحة هذيك ولا كل بالي المانيوي تتكسر لي لازم باش تتكسر ما نعرفش. كي نظف بها الحيوط والكل لازم باش حاسيلو اللي صرفتوا عليهم كل مرة نشري واحدة ب20 أورو 15 أورو. كل مرة كي مشيت شريت من الأول هذيا وأنا مرتاحة. علاش زادت تحمست باش نشريها كان البنات اللي كيفي اللي عندهم شفتوها القاعة كيفاش باركيه هكاكا ولا حتى ساعات تلقاها كيما اللي كانت عندي في الابارتمون قبل. تابي اللي احنا PVC عاملينها هذوكم فيها كل الخطوط شفتوهم الخطوط اللي في اللوح هذوكم ولا في لي تابي هذوكم يشدوا التراب ويشدوا الاوساخ. شفت كي تجي تمسحها لازمك تحك لازم جهدك الكل تحطه في الحكاين باش الشقوق هذوكا اللي هي في اللوح ولا حاجه ينظفوا بالكدا المسحه اللي من فوق الفوق هذيك سورتو اللي تمسح مره كل 3 جور 2 جور وانا وليت راني هكا نمسح ما مسحش معناها كل نهار. هذيك راهي لازمها تكون مسحه متاع تطيح جهد على الاخر معناها ساعات كتفي يوجعوني لازمني نحك بالكدا ولا نعمل على قليله نمسح 3 مرات ولا 4 مرات في النهار هذاك باش نحس اللي القاعه بالرسمي نظافت وك الشقوق هذوكم نضافوا بالكدا. توا بعد حاصل ننظف بها ونوريكم الريزولتا. حاجه اخرى باش نقول لكم عليها راهو ضروري تاخذوها يكون فيها اللي ينظف البلار ما نعرفش ولا على قليله اللي ينظف لي كنابي يعني هذوما زوز ما خديتهمش فيها سهيت لي كنابي ما يهمنيش فيهم مش مشكله معناها نجم ننظفهم بيدي. اما البلار بالذات خاصه اللي عندها كيفينا توا لي بورت فينيتر والبلار برشا معناها لي فينيتر لازمني وحده تنظف البلار. هو الحاجه الباهيه انه الاكسسوار اللي ينظف البلار ب7 أورو اللي تابعها هي معني نجم نزيدو ان شاء الله بقدرة ربي يعني باش نكمل عندي.
ونزيدوه لها مي حاولوا لقيت له توا حل كيفاش نجم ننظف توا نوريكم من بعد كيفاش نظفت البلار بالماكينة والطريقة اللي عملتها، مي حاولوا تاخذوها أما زادا اللي معاها الإكسسوار اللي نظف البلار ولا على الأقل ننظف لي كنابي خاطر نعرف ثما عباد باش تفيدهم برشا زادا اللي تنظف هاكا الكنابي بالفابور زادا تنظف بالكدا. نظفت بها الصالة ما وريتكمش مي أول نهار دشنت بها الصالة وياسر عجبتني عرفتوها تشمو كي ريحة النظافة البيور من غير لا مواد تنظيف لا حتى شي رغم لي أنا راني موسوسة بالجافيل لازمني نعمل على القيلة قطرتين جافيل مي ما حبيتش معناها نستعمل برودوي المرة الأولى قلت خليني هكا نتحسس ونشم ريحة النظافة الأصلية معناها وحدها من غير برودويات ياسر عجبتني والنهار الثاني كما شفتوا معناها بديت بالبيوت حتى بيت رسلين زاد نظفتها البيرو متاعها كل شيء كل شيء ثم بقايا نظفتهم بالكدا الحاجة اللي فاجأتني انه وسيل ورسلين مرة عملوا لي شوية فغني متاع ظويفر في الصالة كي عديت بها صدقوني كالفرني متاع ظويفر راني حكيته بالدنيا الكل ما حبش يتنحى من القاع عديت به من اول مرة فوق الباركي تنحى في لحظة راهي بالكدا وهوني وريتكم بيرو ياسير راهو كاتاستروف كانت عملت لي فوق معناها هي وخوها يلونوا فوق ويصوروا فوق ويخليو الأقلام يخليو الأوراق نتاعهم والكرارس ويصوروا لي فوق البيرو توا قعدوا لي كان شويه بركه واحد زاد نظفهم الكل اكل القواش واللصق حسيتو حاجات اللي كنت نقعد برشا نحك فيها بيدي وما تتنحاش لازمش تقعد هو نحاها الكل راهو خلق حتى هذاك كان شويه ان شاء الله بالمواظبه نقعد ديما هكا نظف بيت وتنظف بالكدا والبلار شنيا قلت نعمل له هما الاكسسوار نتاع البلار شنو هي كالباليه العاديه هذيك نجبدو بها هكا باش نظف معناتها تنحي الماء من البلار وفي وسطها هي بيان سور يتعدى يخرج الفابور دونك شعملت انا خديت كيما شفتوا هذيك عندي طرشون واحد ميكروفيبر خديت ودخلته هو معناها غطيت به كيما شفتوا معناها بالضبط الراس هذاك اللي يخرج البخار وبعد نظفت به بالكدا باش ما يجرحش البلار خاطر هو بغاز راه وبعد ما نكمل نحك بالكدا نجبد الوحده اللي عندي هذيك العاديه المساسه ديما نظف بها عادي وخرج البلار يهب نظيف 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 كيف نظفت الحيوط السقف الكوانيت هكا هكا منو تنظيف منو تعقيم بالسخانه اما ردوا بالكم زاد حاجه اخرى راهو يحرق يعني يبعدوا عليه هكا الفابور اللي خرجوا هذاك الكل ماذا بكم تبعدوا ما تحطوش يديكم غادي راهو يحرق اي وحده راهي اي باليه تحرق حتى صاحبتي هذه اللي عندها منها قالت لي قدش من مره حرقتها دونك ردوا بالكم ورجعت لها الطونط نتاعها فوق الفرش هذه كانت تذكروا قبل خذيتها من امازون وقتها وريتها لكم و... وحطيتها لها الفوق وكي طلع بها وخوها فوق الفرش جبتوها نحاوة وهي كانت فيها شو اسمه غونديل هكا هي اللي شادة معناها ما بين السقف والخيط هذاك نتاع الطونط كي جبدوها تكسرت الغونديل هذيك باش نوريكم توا السكوتش هذايا ياخذوا راجلي ديما من الإكسبريس طياره على الاخر خاصه البنات اللي ما عندهمش الحق ينقبوا في الحيوط ولا ما يحبوش ينقبوا في ديارهم تو سامبلومون يستعملوه هو قوي على الاخر ويعلقوا به حاجات اما بيان سور مش حاجه تكون رزينه على الاخر كواترويت خفاف ولا حاجه ديكوراتيف هكا تكون خفيفه ولا كيما هكا الطونط راهي خفيفه هذيا قهوه حسيلو خذيناه من الإكسبريس عجبني حبيت نوريه لكم متاكده اللي برشا بنات باش يعجبها خاطر ديما يسالوا حتى انا كي جيت لفرنسا اول مره ما عنديش الحق معناها ننقب باش نقب في الحيوت ديما نسال معناها كيفاش باش نعمل ونشري نحاول نشري اكل شو اسمه مع المسامرة جويدين على الاخر باش ما يهروش نقعد باش بعد حتى كي نقلوا يقعدوا ديما حاجه صغيره كهو حاسيلو توا ان شاء الله ناخذ من عند راجلي اليوم تاع السكوتش وقراو عليه بالكدا تفهموا شنو تنجموا تستعملوه باهي معناها في الدار هذه بوبيل صغرونة خذيتها لاسيل من جيفي لقيتها آخر مرة برازار زادا وانا هكا نحوس نلقاها قدامي جاتني الفكرة باش نحطها لها فوق البيرو لكن الديشي نتاع الأقلام نتاعها وخاصة الديشي زادا نتاع القوم هذوما الزوز غلبوا عليا كي تبدا في بيتها قاعدة تصور وندخل ساعات نلقى الدنيا كلها بك الأقلام والقوم مش بسهولة معناها الديشي نتاعهم ينضافوا دونك عطيتها هذوكم هي عندها البوبيل نتاعها تحت البير وتعرف تحط فيها اما تطبس تعمل هكا من بعيد لازم شي يتناثروا هكا ويطيروا في البيت دونك عملت لها هذيك صغرونه ديجا استعملتها تحط فيها هي محلاها زاد عجبتني ذولي ب90 سنتيم في جيفي القهوه كهو توا عملت لكم هكا دوره خفيفه على البيت
نوريكم هكا شوية هذي البيبليوتيك نتاعها حطيتها لها هوني قلت لكم وقتها حبيت نعمل لها كومود بعد حسيت بيبليوتيك هكا صغيرة براتيك أكثر وهكا بحثيها معناها تنجم تحط فيها أي حاجة تحب عليها وهكا هو هوني هكا كملنا البيت محلاها خرجت نظيفة تهبل ويا فرحة ياسين كي تدخل تلقى بيتها مبدلة ولا زايدة حاجة ولا ناقصة حاجة تحس كأني ذيك برمي الاهتمام معناها تشيخ بالفرحة يا ماما عملت لي بيتي والكل. وريتكم زاد هذوما اللي تابلو هذوما بوا عملهم لها ما شفتوا وعلقهم لها في الحيط ثم اباري في اكسيون تخرج كل شيء بلاستيفي وشدها بغيسك 5 جوغ كل نهار يعاود يقريها يحطها قدامه وتقعد تقرا وتعاود تقرا وتعاود ويوري فيها في ظرف 5 جوغ حفظتها هكا كي علقهم هكاكا. نتذكروا احنا ساعه كبارون انه نحرصوا عليها كل ما نلقاو فضوى ولا كل ما ندخلوا نخرجوا على بيتها نحفظوها كان عنا الوقت وزاد هي فيزويلمون معناها ولا حتى بالحفاظة وانها تعاود زاد كيف يتمركاو في مخها ويقعدوا لها معناها تقعد ديما تحفظهم ويقعدوا ديما في مخها وفي ذاكرتها. كهو عجبتني على الاخر زاد الميثود هذيا حبيت نقول لكم عليها للبنات اللي توا صغيراتهم باش يبداو يعلموهم العربيه طريقه افيكاس نخلي لكم ان شاء الله اللين تاع الحروف هذوما موجودين راهم في اليوتيوب نخليه لكم في صندوق الوصف. ساشون كاينة راهو ديما نقول كل صغير وكيفاش ما عمرها ما كانت الحفاظة اللي ورا بعضها هذيك مقياس للذكاء ما عمرها ما كانت زادة الصغير اللي ديما ساكت ولا اللي ما يتكلمش برشا ولا ما نعرفش عنده طريقة أخرى أكيد عنده مدخل آخر باش تقريه بيه معناها ما عمرك ما تقيس صغير راهو مازال ما يتفهم جوست انت حاجة بركة انت من جهتك انت معناها كوالي حاول انك تعمل مجهودك الكل معناها انك حتى معناها وانت ماشي في الشارع ديما زيدوا معلومه حتى وانت قاعده معاها تتفرجوا في التلفزه ديما عطيه معلومه الحاجه اللي تفرج فيها حاول زيدوا عليها وانت قاعده تحكي راهو هذه الكل تبني الصغير تبني له تفكير وتبني له الثقافه العامه نتاعو. مش لازم عليه معناه يبدا قاعد قدامك وانت تعبي له في تحفظ فيه ويعاود خاطر ما ثماش ما اسهل منها هي الحفاظه الكل كي نشدوا اي حاجه نقعدوا نعاودوا فيها نحفظوها مي الصغير اللي عندي انا هو اللي يعرف يحلل يعرف يجاوب عنده مخزون هكا باهي نتاع علم نتاع معلومات في مخه كيفاش خذاها والطريقه اللي خذاها بها هذيك تقعد حاسب لي بارون وحاسب العادات نتاعو وحاسب زاد الصغير. كهو حسيلو حبيت نوريكم الاكسسوار زاد هذايا عجبني على الاخر اللي نظفت به الشبابك هذوكم المشبكين زاد كيف لازمهم حكاين على الاخر ولازمهم برشا درزيق ماء باش يوصلوا ينظفوا بالكدا دونك بالماكينه هذيك وبالاكسسوار هذيك بالذات نظفت لي وخليته تحبل الشباك او كوريتكم كيفاش زاد خرج محلاه كهو زاد هذوما حاجات بزربة حضرتهم الصراحه خاطر في بالي سحبت اسيل باش تجي تفطر بحذاها وبعد ما جاتش حبيت نفرحهم معناها كبنات هكا نعمل لهم شويه جو وعملت لهم في بالي باش تجي طفله عملت لهم جاتو غولي في الاخر قعد في وجهي انا وانا قاعده نحاول على الاخر اني ما نعملش حاجات حلوه باش نقص شويه معناها خاطر كي تبدا عندي حاجه حلوه اوتوماتيكمون العشيه لازمني نعمل قهوه بك الحاجه الحلوه هذيك ولا حاجه ولا في السهريه نحط كهو حسير والله غالب قلت نهارتها مش مشكله نكملوا وبعد نبداو من اول وجديد. عملت لهم زاد ميني بيتزا هي نفس معناها الوحده نتاع البيتزا اللي مساسه ديما نعملها معاكم الوصفه هي بيدا جوست المره هذه عملت لهم بالطريقه هذه قلت هكا صغار باش تجيهم فشفشه هكا ومحلاها تعجبهم وكهو معناها جوست شاركت معاكم من فوق الفوق وريتكم المعجون هذاك نتاع المونك ما كنتش ناخذه قبل ما عمري ما خذيته ولا شريت صاحبتي ظهر لي لقات عاملين فيه بروموسيون في ليدل خذيت منه وعطتني منه كعبه قالت لي نذوقها ياسر عجبني ان شاء الله تطلعوا شفتوها بالكدا الوحده الحكه قلت ما سهل ربي باش نمشي ناخذ منه. والبيتزا كما شفتوها خرجت هشوشه تهبل كل فانكوش وتنجموا بالطبيعة من فوق نزينوها بطرف معدنوس ولا طرف عظم مسموط غير انا الحق نهارتها طيبت برشا حاجات وتعبت قدمتها هكاكا العشية عملت قهيوة وصورت لكم هكا شوية وهذا هو نهاري ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الروتين متاع اليوم تقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد نبوسكم برشا نقول لكم السلامة وباي باي.